السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في قناتي التعليميه. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدموا تصحيح ديال امتحان الرياضيات ديال توظيف الاساتذه اطر الاكاديميات ديال الدوره ديال 2018. اذا نبداو على بركه الله. التمرين الاول. اذا التمرين الاول عندنا عندنا المتساويه تساوي 2 على 5 زائد 1 على 4 مضروبه في 2 على 13. اذا دائما ملي كيكون عندنا متساويه فيها الجمع والضرب كنبداو بالعدد اللي داخل الاقواس. اذا عندنا اول حاجه نديرو توحيد المقام داخل الاقواس. اذا 5 في 4 20. اذا ضربنا 5 في 4 حتى جوج نضربوها في 4 هي 8. 4 في 5 20 و1 في 5 5 مضروبه في 2 على 13. اذا هذا درس ديال الاعداد الكسريه. غنخلي لكم هذا الدرس في صندوق الوصف. اذا المقام 1 هو 20. 8 زائد 5 13 مضروبه في 2 على 13. اذا كنلاحظوا بلي 13 معاوده في البسط وفي المقام نديروا ليها الاختزال تبقى لينا 2 على 20. نلاحظ ان 20 من مضاعفات العدد 2. اذا غنقسموا 2 على 2 و20 على 2 تبقى لينا 1 على 10. اذا الاجابه هي الاجابه ب تساوي 1 على 10. دابا ندوزو للتمرين الثاني. نسبة نجاح تلاميذ في امتحان الشهادة الابتدائية بإحدى المؤسسات التعليمية هو 90%. هذا التمرين الأول وهذا التمرين الثاني. علما أن عدد المترشحين في هذا الامتحان هو 300. إذا عندنا عدد المترشحين هو 300. خصنا نعرفوا عدد الراسبين. عطينا عدد الناجحين يعني بالقيمة في المية 90. إذا نحسبوا بعدا نسبة الراسبين شحال. إذا عندنا 100% هو العدد الكلي يعني التوتال ديال عدد المترشحين ناقص عدد الراسبين اللي هو 90%. نسبة الراسبين 90%. إذا نسبة الراسبين هي ماشي نسبة الراسبين، نسبة الناجحين 90%. إذا 100 ناقص 90 هي 10. هاد 10% هي اللي كتمثل لينا النسبة ديال الراسبين. إذا هاد 10% فاش غنضربوه في العدد الكلي ديال المترشحين اللي هو 300. كنعرفوا بلي 10% هي 10 على 100 مضروبة في 300 تساوي. عندنا جوج الأصفار باش من جوج الأصفار تبقى لنا 10 في 3 اللي هي 30. إذا العدد ديال الراسبين هو 30 اللي هي الإجابة د. دابا ندوزو للتمرين 3. قطر الدائرة الموجودة في وسط ملعب لكرة القدم هو 20 متر. إذا القطر ديال الدائرة، إذا القطر نرمز له بالد. إذا نعلم أن القطر فيه جوج من الشعاع. إذا هذا الرمز ديال القطر وهاد هي الرمز ديال الشعاع. إذا شحال عطاونا دي هي 20 متر. بالتالي فإن إلا كان عندنا القطر هو 20 متر فإن الشعاع كيساوي لنا 10 متر هو النص ديال. إذا الشعاع هو النصف ديال القطر. وعطاونا القيمة P هي 3.14. إذا فإن مساحة الدائرة الموجودة في وسط الملعب S بالمتر مربع. إذا نحسبوا مساحة ديال الدائرة. إذا نعلم أن القاعدة ديال المساحة هي S تساوي ماذا؟ تساوي P في R أس 2 اللي هو الشعاع. إذا نرمزوا الشعاع ب R كبيرة ولا R صغيرة. إذا هاد R نعلم أن R هي النصف ديال القطر. إذا P شحال تساوي لينا؟ هي د على 2 أس 2. إذا دابا نديرو التطبيق. إذا هاد الشيء هذا الأول عطيته لكم كتمهيد.
إذا بي مضروبة شحال عطاونا دي هي 20، و20 على 2 هي 10. إذا هاد دي على 2 راهي الشعاع هو هذا. إذا بي مضروبة في 20 على 2 الكل أس 2. إذا بي تشوف مضروبة في 20 على 2 هي 10 أس 2. إذا 3.14 10 أس 2 هي 100. إذا هنا عندنا العدد فيه الفاصلة. سوف نزيح الفاصلة برقمين، هي 314 متر أس 2. إذا نشوفوا الإجابة واش كاين 314 في الأجوبة. إذا نعم هو جواب ب. نمشيو للتمرين الرابع. عندنا هو عدد حقيقي غير منعدم. نحسبوا هاد التعابير بثلاثة. إذا عندنا كتساوي 2 على عامل ل زائد 1 على 2 ناقص 1 على إذا هنا غنديرو نحسبوا التعابير التالية مع التبسيط إلا كان ممكن. إذا أول حاجة غادي نديرو النشر 2 على مضروبة في زائد 2 على مضروبة في 1 على 2 ناقص 1 على إذا عندنا العدد كاينه في البسط وكاينه في المقام، غنختزلوه. أيضا 2 على 2 نديرو لها اختزال، غتبقى لينا هنا 2 زائد 1 على ناقص 1 على إذا عندنا العدد المقابل ديالو مشي. إذا تبقى لنا تساوي 2. عندنا ب تساوي زائد 1 الكل أس 2 ناقص ناقص 1 الكل أس 2. إذا هذه متطابقة هامة رقم 1 وهذه متطابقة هامة رقم 2. إذا غنخلي لكم درس المتطابقات الهامة في الصندوق ديال الوصف. إذا المتطابقة الأولى أس 2 زائد 2 في في ب هي 1 اللي هي يعني في 1 هي زائد 1 أس 2 ناقص. إذا هنا عندنا الناقص المتطابقة هامة. إذا هاد الناقص تكون عاملة عامل المتطابقة الهامة رقم 2 كاملة. أس 2 ناقص 2 ب هي 1 هي زائد 1. إذا أس 2 زائد 2 زائد 1 ناقص. إذا هاد الناقص غنديرو ليها النشر ناقص أس 2 ناقص مع الناقص زائد 2 ناقص 1. إذا غتمشي لنا أس 2 مع أس 2 تمشي لنا 1 مع 1 غتبقى لنا 2 زائد 2 تساوي 2 زائد 2 تساوي 4 غنخدمو دابا السؤال ج. عندنا سي تساوي أس 6 على ما أظن، ما واضحاش عندي كتابة، مضروبة في أس 3 على عفوا هنا تساوي كتمشي لينا دائما مع الكسر سي أس ناقص 1 مضروبة في أس 4. إذا أنا كنظن هذه 6 وهذه 4 حيت الكتابة ما واضحاش عندي. إذا نحسبو. إذا أس 6 إذا هنا عندنا قوة وقوة مضروبة في أس ناقص 3. إذا 3 في 1 3 وعندنا الناقص هي ناقص ناقص 1 مضروبة في أس 4. إذا هنا غنكتبو الأساس ونكتبو الأس كاملين 6 كاملهم 6 ناقص 3. إذا ناقص 1 غطلع لينا الفوق غتولي لنا زائد 1. 4 عندها زائد غطلع لينا الفوق تولي لنا ناقص 4 تساوي 6 ناقص 3 3 3 زائد 1 4 4 ناقص 4 صفر. إذا أس صفر تساوي لينا 1. إذا كنتمنى يكون هادشي واضح.
دابا ندوزو للتمرين الثاني. اذا عندنا الجذر ديال 2026 أس 2 ناقص 2024 أس 2. اذا هذه متطابقه هامه رقم 3. اذا عندنا 2026 ناقص زائد 2024 زائد اولا ناقص 2026 ناقص 2024 تساوي. اذا 2026 زائد 2024 تساوي لنا، اذا 2026 زائد 2024 قلنا هي 4050 مضروبه 2026 ناقص 2024 هي 2. اذا 4050 مضروبه في 2 هي 8100. اذا دابا ننتقلوا للتمرين الخامس. عندنا ABCD مربع مركزه O، طول حرفه هو 4 سنتيمتر. اذا نخدموا السؤال الاول. حدد محاور تماثل المربع ABCD. اذا هذا هو المربع ABCD. اذا محاور التماثل ديالو. اذا انطلاقا من السؤال مادام قالوا لنا محاور اذا غيكون عندنا اكثر من محور. اذا المربع نعلم ان المربع عنده محوري تماثلين، يعني عنده 2 ديال المحاور تماثليه. اذا المحور الاول هو AC. اذا السؤال الاول محاور تماثل المربع ABCD هي، اذا هي AC و BD. السؤال الثاني. اذا غادي نحدو مماثله كل من النقطتين A و B بالنسبه ل O. اذا مماثله النقطه A بالنسبه ل O هي النقطه، نعم هي النقطه C، ومماثله النقطه B بالنسبه ل O هي النقطه D. اذا مماثله النقطه A بالنسبة ل O هي C، وأيضا مماثلة النقطة B بالنسبة للمركز O هي، إذا A المماثلة ديالها هي C، B المماثلة ديالها هي D. إذا السؤال الثالث غنحسبو بالسنتيمتر مربع مساحة الرباعي EFG. إذا الطريقة اللي غادي نحسبو بها المساحة ديال الرباعي EFGH هي التصغير، يعني غنستعملو الخاصية ديال التصغير. إذا نعلم أن EFGH هو تصغير المربع ABCD. إذا غادي نحسبو نسبة التصغير. إذا نكتبو بعدا. إذا هذا السؤال 3. لدينا المربع EFGH هو تصغير للمربع ABCD بواحد النسبة اللي هي بنسبة K. إذا K هي، هذا المربع الصغير هو تصغير للمربع الكبير ABCD. إذا باش نحسبوا النسبة ديال التصغير كتاخذوا ضلع. إذا غنشدوا الضلع OA. إذا نسبة التصغير نديروا كسر. إذا الضلع OE على القطعة OA. إذا هي 1/2. إذا نسبة التصغير هي 1/2، حيت عندنا الضلع الطول ديالو هو 4 سنتيمتر والنصف ديالو هو 2. إذا 2/4 كتساوي لنا هي 1/2. إذا وبالتالي مساحة
المربع EFGH هي، إذا ديك النسبة ديال التصغير ك أس 2، دائما النسبة كنديرو لها أس 2 مضروبة في مساحة ABCD. إذا اللي هي 1/4 مساحة ديال المربع ABCD، إذا هي الضلع في الضلع. نعلم أن طول الضلع ديال الأضلاع ديال المربع هي 4 سنتيمتر، إذا هي 4 في 4 تساوي عندنا 4 تبقى لينا 4 سنتيمتر مربع.